السلام عليكم، مساكم الله بالخير. كيف أسافر بأقل الأسعار؟ أنا متأكد أن كثير منكم سأل نفس هالسؤال. كيف أخطط لرحلتي؟ المواصلات، الميزانية، السكن، المواصلات، الخطوط، أسئلة كثيرة مشغلتكم. اليوم إن شاء الله راح أجاوب على كل هالأسئلة، وبحاول بإذن الله أني أختصرها في عدد قليل من السنبات عني ما أتوقع. إن شاء الله على الباوربوينت وعلى الورق، والمواقع اللي راح أشرحها وأتكلم عنها راح أحط لكم روابطها وصور الشاشة. أتمنى تنشرون السناب، خلي الناس اللي عندك تستفيد، وتدعي لك وتدعي لنا، وخلونا نبدأ، وبيض الله وجهكم مع دعمكم. قبل لا ابدا صراحه شفت الكاركتير عجبني. هذا واحد وزوجته راح المكتب سياحي، يقولون معنا 8000 وين ممكن تودينا نتمشى ونستانس. رد عليهم راح المكتب يقول توديكم شيء بصلبوخ 3 ايام محفولين مكفولين غير شامل الخيمه، وفي الواقع ممكن تسفرهم لاحلى الاماكن. اهم وافضل مرحله في السفر هو التخطيط للسفر قبل السفر. هذه المرحله كل ما قضيت فيها وقت اكبر كل ما كانت رحلتك أجمل. والله العظيم يوم أخطط لرحلتي وأقضي وقت كبير وأنا أخطط لها أنها تطلع من أجمل الرحلات وأقلها تكلفة، لأني عارف وين بروح وكيف بصل. أقولك من وين تبدأ. أهم سؤال لابد أنك تسأله نفسك: ما هو الهدف من السفر؟ هل هو استجمام، استكشاف، علاج؟ لو مثلا قلت أني بروح رحلتي سببها تعليمي، أقول هذه راح تسقط سريلانكا تسقط، نيوزيلندا تسقط. لذلك إذا عرفت أنت إيش الهدف من سفرك راح تعرف تحدد وجهات سياحية مناسبة لك وللناس بيروحون معك. السؤال الثاني واللي كثير ناس يسألون إياه في الخاص: إيش الوقت المناسب للسفر مثلا للمدينة أو الدولة الفلانية؟ موقع من وجهة نظري أنا واللي ممكن يساعدك في معرفة الطقس في أي دولة في العالم وفي أي شهر هو Weather to Travel. الموقع هذا أنا شرحته قبل ونزلته على اليوتيوب، اكتب بس تغطيات سناب ساحة يوب وراح تحصله في الصفحة مشروح بالكامل. موقع أنه يعطيك الأجواء مدة سنة كاملة. يعني لو كتبت مثلا بس لندن راح تلاحظ هنا مثلا يقولك لندن الأجواء سنة كاملة كيف راح، ومقيمها. يعني مثلا لو تلاحظ هنا يقولك مثلا أفضل وقت تسافر فيه اللي هو ماي وجون. ليش؟ لأن ماي راح تكون درجة حرارة 24 29. لو افترضنا من الشكل الهرمي هذا ان تحت هذه جميع الخيارات المتاحة عندي لجميع دول العالم. يوم انا عرفت سبب او الهدف من السفر طلع عندي مثلا الخيارات امريكا، كندا، نيوزيلندا. قلت الوقت المناسب، قلت والله امريكا مثلا اليومين هذه والله برد، ممكن بس اورلاندو وميامي اجواء كويسة، كندا باردة ما يطلع لي نيوزيلندا. تحدد وجهتك، مو شرط بس الأسئلة هذه تسأل نفسك، لا ممكن الميزانية، الخطوط، السكن، إلى آخره لين تصل وجهة محددة أنت. الآن عرفت كيف أحدد وجهتي اللي أنا ناوي أسافر لها. السؤال اللي بعده: كيف ستصل لها؟ يعني لابد إنك تعرف كيف راح تصل لها الوجهة ذي. هل بسافر بقطار، باص، بسيارة، بكروز، طيارة؟ كل هالأسئلة هذه مهمة لأنها راح تأثر على ميزانيتك. لو قلت مثلا اني ابي اسافر لالمانيا، لابد اني اعرف ايش متطلبات الفيزا، ايش الاوراق المترتبه عليها، هل في تامين طبي او لا. بعدين ما يحتاج تعب نفسك وتسال الناس. يعني مثلا هنا انا كتبت الفيزا الالمانيه طلع لي مواضيع كثيره تتكلم عنها بالتفصيل. يوم رحت وقرأت عن التفاصيل حصلت ان في تامين طبي بدفعه، فيها الابلكيشن راح ادفع قيمته، فيها كذلك رسوم الاس ام اس. اوراقي اقول لك استشر طبيبك. بعض الناس يسافر وما يمر على الطبيب ولا ياخذ التطعيمات اللازمة اللي يحتاجها. سليمان الحبيب عندهم عيادة اسمها عيادة السفر. العيادة هذه ممكن تروح الطبيب ويقول لك التطعيمات اللي تحتاجها لكل دولة. يعني على سبيل المثال إذا بتسافر الهند وأفريقيا لازم تاخذ تطعيمات الملاريا، بتسافر أمريكا الجنوبية لابد إنك تاخذ تطعيم على الحمى الصفراء، خصوصا الدول اللي فيها شح في المياه لا تحتاج التهاب الكبد، التيفود، الكوليرا. حددت الوجهة، عرفت كيف بصل لها، جهزت أوراق السفر، استشرت طبيبي، أجي عند تحديد المعالم السياحية لزيارتها.
من أجل المواقع اللي ممكن تعرف الأماكن السياحية المهمة في أي دولة اللي هو تريب أدفايزر، وكلنا نعرفه. الموقع يدعم اللغة العربية. لو ضغطت فوق الأيقونة هذه واخترت اللغة العربية يدعمها. من فوق من هنا اضغط على كلمة أنشطة يمكن ممارستها. اكتب الوجهة مثلا لندن ثم بحث، ومثل ما تشوفون يعطيك جميع الأماكن السياحية في البلد، وتقدر تقول مثلا أبغى متاحف، رحلات، تسوق، طبيعة، كل ما. جوجل كذلك إذا كتبت فيه توب 10 to do in، كتبت المدينة واخترتها مثلا، يطلع لك جميع الأنشطة السياحية الهامة فيها. من المواقع الجميلة اللي ممكن بعد تساعدك في وضع الخطة اللي هو انسباير روك. الموقع هذا جدا مميز. لو حطيت المدينة، تاريخ الذهاب والعودة، كم شخص، ممكن أقول أبغى cultures، romantic، historic sites. هنا الآن جهز لك الخطة بناء على الأشياء اللي أنت مهتم فيها. لو ضغطت على day by day راح يقول لك مثلا اليوم الأول هالأماكن. مثل هالمواقع دائما تساعدك في اختيار الأماكن السياحية في أي مدينة. يعني مثلا هذا لو لاحظته أعطاني خطة كاملة لمدة 5 أيام. من المواقع المميزة واللي أنا صراحة أحبها شخصيا اللي هو موقع لولي بلانت. لو كتبت في محرك البحث المدينة تبي تسافر لها، مثلا كتبت أنا فانكوفر، يعطيك صور عنها ويعطيك أهم الأماكن السياحية بشكل جميل. ولو تلاحظ انه مرقمها لك، يعني يقولك هذا اهم معلم، هو فعلا من اهم المعالم في فانكوفر وعمرها اكثر من 160 سنة الى اخره. المواقع كثيرة اللي ممكن من خلالها تحدد اهم المعالم السياحية، وراح احاول اتكلم عنها في يوم كامل، لذلك راح ننتقل الخطوة اللي بعدها. تذاكر الطيران. تذاكر الطيران دائما تأخذ الجزء الأكبر من ميزانية أي شخص بيسافر. قبل أتكلم عن الخطوط والتذاكر لابد أنك تشترك في الأميال. يعني إذا أنت من السعودية اشترك في الفرسان، وبسيطة اضغط على كلمة عضوية فرسان، انضم الآن وعبي البيانات وراح يعطونكم رقم خاص فيك. لا تقول إني ما أسافر كثير وسفراتي قليلة. يعرف لي ناس شخصيا ما يسافر إلا في السنة تقريبا مرة، وقدر إنه يجمع نقاط وسافر مجاني في أكثر من رحلة. أغلب البنوك مثل الراجحي وسامبا يعطون بطاقة مسبقة الدفع نفس حق التسوق اسمها الفرسان. هالبطاقة هذه كل ما شريت منها لو ب5 ريال ولا بريالين يتحول لك نقاط ويعبي الفرسان عندك بأميال. في ناس صراحة مجانين أعرفهم إذا نزل راتبه حول راتبه كله على البطاقة هذه، وجالس يتقضى من الدانوب التميمي وكل أغراض بيته منها. فتخيلوا يعني خلال سنة كاملة لو هو راتبه يحوله على هذا ويصرف به، كم الأميال اللي راح يجمعها؟ راح يكون عدد كبير. كذلك نقاط قطافي ممكن تحولها سواء من اس سي موبايل زين، تحولها إلى الفرسان وتستفيد منها كأميال. تخيلوا معي هالشكل، لو مثلا من تذكرة جمعت أميال ومن بطاقة مسبقة الدفع من قطاف، في آخر السنة كم بيطلع لي أميال؟ في ناس من خلال الثلاث أشياء هذه قدروا يجمعون أميال كثيرة ويسافرون مجاني على خطوط السعودية وعلى غيرها من الخطوط. بوصل لكم الاشتراك في نقاط الأميال جدا مهم حتى لو كانت سفراتك قليلة. قبل تشتري تذاكر ابحث عن أسعار مناسبة. بعض الأحيان يكون فيه تخفيضات ما تدري عنها أنت وما تطلع في محركات في ناس يحجز تذاكره ويكتشف انه مثلا في 50% في العمانية، في الإماراتية عندهم تخفيض 40%، الخطوط السعودية عندهم مثلا 50. موسوعة المسافر دائما ينزلون الله يجزاهم خير العروض أول بأول. اضغط بس على كلمة عروض سياحية، عروض طيران، تلقى عروض الطيران. نقطة مهمة كثير ناس يغفلون عنها، يعني إذا جيت تحجز تذاكرك تأكد إنه ما فيه يوم وطني قريب لأي دولة قريبة منك. يعني على سبيل المثال لو افترضنا أن اليوم 1/9/2017 وأنا ناوي أسافر في 10/12/2017، هل أحجز تذاكري؟ أقول لك لا تحجز. ليش؟ لأنه يوم 23 هو اليوم الوطني للسعودية، ودائما خطوط السعودية تنزل فيه عروض 50%، فانتظر. طيب في حالة أنه ما عندي أميال أقدر أستفيد منها في رحلاتي وما في عروض لا سمح الله موجودة في السوق، راح أنتقل للمرحلة الثانية.
راح استخدم مواقع البحث للبحث عن افضل التذاكر وارخصها ومناسبة لي. من اهم المواقع، من اجمل المواقع موقع الاي تي اس سوفت وير. الموقع هذا ممكن تبحث من خلاله لكن ما تقدر تشتري تذاكر. اللي يميز الموقع، اول شيء الموقع هذا ملك جوجل، ويطلع لك جميع الخطوط في العالم باسعارها لاي وجهة تبيها. راح اشرح لكم اللي شرحت لكم قبل. اكتب بس تغطيات سناب سائح وادخل على الصفحة وشوف شرحي للموقع هذا في 5 دقائق. من أجمل المواقع الحالية كذلك موجود اللي هو موقع سكاي سكانر، وبشرح لكم بشكل مختصر وبسيط. هذا هو الموقع، بحاول اختصره على ان الموقع جدا جبار وكبير. اهم نقطة، تعال هنا واختار العملة. اذا انت من السعودية اختار ريال سعودي، واذا انت من اي دولة ثانية اختار العملة اللي تناسبك. بعدها حفظ، هذه اهم نقطة. بعدها اخترت انا الدولة اللي بطلع منها او المدينة. بسافر الى لندن، اقول مثلا ممكن هنا اقول حط لي مثلا المطارات القريبة كذلك. هذا اللي هو اذا طيران مباشر. طيب النقطة هذه اهم حاجة في الموقع اللي تعجبني فيه. هنا ممكن انك تحط تاريخ محدد، او ممكن اختار شهر. اقول مثلا انا ودي اسافر في مثلا جون. اذا سويت كذا راح يعطيني اسعار شهر كامل في جون من المغادرة الى العودة. خلونا نشوف. شوف كيف شكلها طلع لي هنا الاسعار. اللي بالاخضر معناته انها قليلة، بالاحمر معناته انها مرة غالية، وبالبرتقالي وسط. من خلال يعني جدول شهر كامل اقدر نحدد الايام عشان اعرف ميزانيتي. يعني مثلا لو قلت انا خلاص بناء على الاسعار هذه بسافر يوم واحد، العودة لو بخليها يوم 10 التذاكر شوف كم، ب1150. لا والله بخليها يوم 13 700. شوفوا كيف، لو حطيت العودة يوم 20 الحين السعر هذا كم، 1500. حطيت يوم 20 طيب ب 2300. فبعض الأحيان تقدم يوم أو تأخر يوم يفرق في السعر، خصوصا إذا كان عائلة كبيرة 5 4 أشخاص 8 أشخاص. بعد ما حددت الذهاب والعودة خلاص أجي أضغط على كلمة شو فلايتس. مثل ما تشوفون هنا عطاني الأسعار من الأرخص إلى الأغلى، وهنا باليمين يقول لك مثلا طيران مباشر أرخص شيء ب2000. انت عاد بناء على مثلا المدة، وإذا فيها توقف ولا لا توقفين إلى آخره، تختار الرحلة تناسبك. من المميزات الحلوة في الموقع هذا أنك لو جيت هنا عند كلمة ماب وضغطت عليها راح يعطيك خريطة العالم كاملة، والطيران يطالع من الرياض في جون، والأسعار. يعني أنا إذا بسافر دبي أرخص شيء ضغطت على هنا وطلع لي هنا قائمة يقول لك مثلا هذا السعر، وهنا الأيام من 1 إلى 30 يوم. شوف كيف، يعني لو مثلا بسافر أنا يوم الخميس السعر 1000 ريال، لو بسافر يوم اللي بعده ب690. اكتشفوا الموقع جميل مميز، من المواقع صراحة اللي موثوق فيها، اسمه سكاي سكانر. من المواقع الثانية الممتازة واللي عندهم نفس الخصائص حق سكاي سكانر هو موقع الجوجل، هذا رابطه. الموقع استخدامه جدا سهل. تكتب هنا الوجهة اللي بتسافر منها، الدولة اللي بتسافر لها، والشهر. الشهر هنا لو ضغطت عليه ضغطة واحدة بس كذا راح يطلع لك الشهور كاملة بالأيام بالأسعار. اللي يعجبني في جوجل انه يطلع لك يعني مو بس 30 يوم مثل سكاي سكانر، يطلع لك لا، يعني ممكن تمشي حق سنة كاملة قدام عادي. موقع جوجل ولا سكاي سكانر ما انت مجبور انك تحجز من خلالهم. يعني اذا انت متخوف ولا ما تثق في المواقع هذه ممكن تستخدمهم كمحرك بحث. يعني بحثت انا مثلا وعجبني السعر هذا، عرفت ان على الخطوط العمانية، ممكن اروح مباشرة لموقعهم واحجز من خلاله عادي. لأن بعض الأحيان المواقع هذه تربطك بمواقع ثانوية، فيقول لك الحجز هذا لقيته في السعر هذا في الموقع مثلا الفلاني. من المواقع كذلك موقع اكسبيديا، والموقع هذا نستخدمه كثير واحجز من خلاله، وراح أشرح لكم إن شاء الله شرح مفصل بعدين.
طيب انتهينا من الخطوط، على أن موضوعها كبير والمواقع اللي ممكن تحدث من خلالها كثيرة جدا، لكن ما أقدر أتكلم عنها كلها. بشكل مختصر، التذاكر دائما تأخذ الحيز الأكبر من ميزانيتك، لذلك اهتم في اختيارها بعناية. اشترك في الأميال حتى لو رحلاتك قليلة، حاول تستفيد من الأميال هذه، مو شرط عن طريق الرحلات، عن طريق أشياء ثانية. قبل تحجز تأكد إنه ما في عروض موجودة في السوق، لأنه دائما تنزل عروض الناس ما تدري عنها. إذا بتحجز واليوم الوطني لأي دولة خليجية مثلا أو عربية قريب، حاول إنك تنتظر وتشوف عروض الطيران الرسمي حقهم. استخدم مواقع البحث، بعض الأحيان ممكن تقدم يوم أو تأخر يوم يفرق معك في السعر بشكل ما تخيله. بكرة إن شاء الله راح أكمل لكم الجزء الثاني، وراح أتكلم فيه عن السكن والمواصلات. وألف شكر لكم، وتصبحون على خير.